طلعت لك بهالسيارة عم لقيت لك ظرف، ما بعرف ليش اجاني احساس بانه هذا الظرف محطوط لك. المهم فتحت لك الظرف زي شو فؤاد ما بدي اعرف شو في ظرف. انت طلبت مني اني ساعدك، ساعدتك وعرفتك على هالزلمه. هلا اذا لقيت شغلتك عنده كتير منيح، اذا ما لقيتها فتش حدا تاني. ما تدخلني بالتفاصيل، الله يرضى عليك فؤاد. ايه مثل ما بدك. هلا انت يعني ما بدك تدخل بالتفاصيل، انت حر. بس انا شو قلت لحالي انه لازم احكي لك مشان ما تفترض انه انا عم طنشك بعد ما اجتمعت مع الخواجه. يا خيي طنشني وما تعطى الهم. بدك رأيي؟ مع هالزلمه بالذات احلى شيء تشتغل على المبدأ المصري. اي واحد داري على شمعتك تقيد. مش حلوه هالحكمه؟ ما رجع اتصل ابوك؟ هلكت انا وعم حكي. لك شفت ليش انا مزعوج؟ زلمه قاعد لحاله، يعني غير ربك بيعرف شو صار معه هلا. ابوك؟ ايه الو. اهلين بابا. وينك لك يا ابني وينك؟ هلكت وانا اتصل فيك. بابا وانا كمان هلكت انا وعم اتصل فيك. مو صحيح الحكي، صرت دقق لك 4-5 مرات وما رديت. بابا هال5 تليفونات اللي محاكيني اياهم خلال 5 دقائق، يعني افترضني فايت اعمل دوش ما بكون خلصت. ولك يا كريم تعرف لك يا ابني انا بس ينشغل بالي على حدا منكم شو بصير فيي. مشان هيك بابا اول ما شفت انك محاكيني رجعت اتصلت لعندك. ما المشكلة طلعت انا لوصل مرت اخوك لاول الحارة، نسيت الموبايل بالمحل. اعطيني فؤاد من عندك. فؤاد؟ ايه ليش مو عندك هو؟ ايه لا مو عندي. وينه لك؟ دريت انه له 2-3 ببيروت ليكون صاير معه شيء. لا بابا شو بده يصير معه؟ شو بيعرفني؟ سمعت يعني انه عم يخطفوا سوريين عندكم. لا بابا لا ما في هيك شيء. انا اليوم الصبح حكاني. من وين حكى معك؟ من الاوتيل. معقولة لك يا ابني واحد عنده 4-5 اخوة ببيروت وبينزل بالاوتيل؟ بابا هالجاي معه وفد من دبي ونازل معهم بالاوتيل. كريم ما راح اخرك اكثر من هيك، الله يرضى عليك. فور ما بتسكر بتدق لاخوك على الاوتيل وبتقول له فورا يتصل بمرته على الشام يطمنها عنه، ولا قال لك انا بخبره. هات اعطيني رقم الاوتيل. لا خلص بابا انا بحاكي. هلا اول ما تسكر. حاضر اول ما بسكر. وبتقول له بالحرف الواحد ابوك كتير رح يزعل منك اذا بتنام الليله قبل ما تتصل بمرتك وتطمن عليك، فهمت؟ ايه بابا فهمت. خلص هلا اول ما سكر بحاكي. ايه الله يرضى عليك. مرته صار لها فتره مشغول بالها عليه. معقول هذا اخوك بدل ما هو يشغل باله ويدق ويطمن عليها وعلى اولاده؟ وينك وبتفهمه بالحرف الواحد. ابوك ما حينام الليله لا تدق له غاده وتقول له انه هو دق له وتطمن، فهمت؟ ايه بابا خلص ولا يهمك انت. انا رح حاكي واقول له هذا الكلام. يلا بابا ما رح اخرك اكثر من هيك. طمني شو اخبار رساله الدكتوراه؟ ان شاء الله امورها ماشيه. ايه الحمد لله بابا ماشي الحال. عافية عليك بابا عافية عليك. عم احضر لها برواز خشب محفور مصدف وعم طعمه بخيطان فضة. الله يسلم لي اياك ويسلم ايديك يا رب. وايديك يا حبيبي وايديك. ما حاخرك اكثر من هيك. صحيح شو اخبار لينا وشادي؟ مناح الحمد لله. وانت واخواتك عم تتواصلوا مع بعض، عم تطمنوا على بعض؟ ايه بابا ايه طبعا كلياتهم بخير وبسلموا عليك ببوسوا ايديك. ايه الله يرضى عليكم ويوفقكم يا بابا. إيه الله يرضى عليك. مثل ما فهمتك بتسكر من هون وبتتصل باخوك فؤاد من هون. حاضر بابا حاضر. خلص ولا يهمك. اول ما بسكر معك دغري بحاكي. على عيني. دير بالك على حالك بابا. ماشي حبيبي ماشي. الله معك مع السلامه. انه قلنا لك لا تقول لابوك دغري بقيتها للبحصه، ما عاد ترتها معك جاي من دبي ومعه. ما قلت له شيء لابوك انا. لك شلون ما قلت له؟ مين قال له يعني؟ غاده رايحه لعند ابوك وقايلت له انه صار لك كذا يوم ما حكيت معه، مشغول بالي عليك. ليش ما عم تحكي معه؟ لك في 100 شغله براسي ولو والله ما عم بفضى احكي معه. فوت حكيها فوت. خلص بعدين بحكي معه. لك يا بني ادم ابوك حلف ما رح ينام لتتصل معه غاده وتطمنه انك حكيت معه.
لك اخي خلص بحكي معها بعدين، لا تقعد تعمل لي منها قضيه هلا. مو انا اللي رح اعمل لك قضيه، عم نقول لك ابوك اللي رح يعمل قضيه اذا ما حكته غاده وطمنته. عم تفهم؟ لا رح ينام ولا رح يخلينا نعرف ننام. لك افهم علي، قلت لك ما فيني احكي مع غاده. شبه شو يعني مختلفين؟ لك مو قصه مختلفين يا اخي، انا هلا اذا بحكي مع غاده بدها تصير في بيني وبينها مشكله طويله عريضه، يعني ابصر وين بتوصل، لانه انا واعدها ابعث لها وحول لها مصاري، ما احسنت، بكره بحول لها مصاري وبعدين بحاكيها. وابوه بعت له رساله قل له انك خبرتني وانه انا حكيت معه. وبركي هو اتصل بغاده. لك يا اخي ما حيتصل، ما بتعرفوا لابوك انت، بس اتصل المسج هلا بحط راسه وبنام، بعدين مستحيل غاده تحكي معه بهالوقت يعني وتزعجه. يلا بعتها. مو معقول انت يا زلمه ما بيجيني منك غير وجع الراس. يا لطيف شو اجاني منكم وجع راس لما كانت دراستكم كلياتها على حسابي بالجامعه. لك مو ظابطه معك الزوره ملابه، عم بمزح معك ولا شبك. يلا ما عندك بعتها. حدود. بعت لها المسج طلعت ريحتها ما كانت تبين. خود اكتبها انت بسيط. لك لا بيعرف ابوك اذا انا كتبتها. بعتها وانا حادفع لك حقها ما في مشكله. تشرب شاي؟ ايه خلاص. ولو غدا يعني والله شو شايفتيني جاي اعمل سياحه ببيروت، انا يعني جاي يومين ثلاثه عندي شغل وخلاص راجع على الشام. شلون؟ هلا انه تسكرت الدنيا كلها بخليك يعني ما عاد تعرفي تدبري حالك، ما فيك تحكي مع رفقاتك مع اهلك امولك شوي. ولك يا عيني انا قاعد هون ناطر حوالي من دبي، بس اتصل ببعث لك المبلغ اللي بدك اياه. خلص اسمعي، خلص اسمعي. كيفهم الزعران؟ يا حبيبات قلبي. لا خلص ليكي خلص بحكي معهم عن تليفون مخصوص المسا، مشغول شوي هلا. ايه يلا الله معك الله معك. مع السلامة. صباح الخير. شلون الدوام؟ انه نكشت الدنيا على نسكافيه، هو لقيت بس فاضي. شلون عايشين انتم والله؟ عايشين. بيساوي هذا الشراب؟ اشرب قهوة. وين لينا؟ لينا نزلت تجيب مناقيش. شو بدي اقول لك بالتالي معك كم ليرة دين؟ لا ما معي. واذا ما رجعت لي المصاري اللي اخذتها. يعني اللي بيسمعك عم بيقول رجعت لي المصاري بيقول يا لطيف على هالثروة اللي اخذها من اخوه. خيوه رح رجع لك اياه هون ومعهم فوائد. بس وينك؟ انا فعلا بحاجة $1000. صدقني ما معي. منيح طمنتني لاني لقيت $1000 بكتاب مغامرة العقل الأولى، فمعناتها هذا مو لعبة. اعطيني اياهم اذا بتريد. طلعوا لا لا. اعطيني اياهم فؤاد اذا بتريد. يعني اذا اخي ما بيحق لك تمد ايدك على اغراضي بدون ما اعرف، عيب. انقاد من الاصل. فؤاد خلص حبيبي، انا اسف اني كذبت عليك. انت بتعرف منيح انه ما بيغلى عليك شيء. بعرف منيح فعلا، خاصة بعد الموقف اللي سلختنا. وحياتك على الغالي هدول المصاري شايلهم لابوك، حكى معي من كذا شهر. أبوك؟ أبي قصدك؟ ليش من إمتى حضرتك ولا أي واحد من إخواتك سائل عن أبوك ولا بيصرف عليه؟ ولا صرت حضرتك هلا مسؤول عنه وعم تصرف عليه؟ لا ما عم بصرف عليه، وانا بعرف منيح انه انت ما قصرت بحق حدا وخصوصا معي. فؤاد ابوك حكاني من كذا شهر وقال لي انه حابب يعمل شويه تصليحات بالبيت، السقف عم بزرق والحيطان عم بتنشي وشغله واقف المحل ما عم بيبيع بفرنك. وليش ما خبرني؟ عاجز أنا أبعت له شوية مواد وكم عامل يشتغلوا له بالبيت؟ لا سلامة خيرك، ابوك خجلان منك. ابوك عم يخجل يطلب منك مصاري، خصوصا بعد ما عرف انه شغلك وقف. عرفت ليش؟ يعني ليش أنا أو أنت، يعني يا مني يا منك، إنه إخواتك الباقيين شو عم يساوون؟
يعني سامي بيك ولا الفنان العظيم راجي شاطرين بس بالتنظير والثقافة يعني؟ لك يا رجل أنا مشتهي مرة بحياتي أخوك سامي بيك يستفقدوا لأبوك بقميص مثلا، ولا راجي الفنان العظيم بزمتك كم مرة أبوك صار قايل له وقت ما توفت أمك يرسم له لوحة للمرحومة وفاء، هو كل سنة بيقول له يلا اليوم يلا بكرة يلا. لك لدرجة إنه ترك الشام ما قال له بخاطرك بدك شيء ما سأل عنه. فؤاد هلا نحن شو بدنا بهالحكي؟ عم بحكي عني وعنك، شو جاب سيرة سامي وراجي؟ لا ما مشان شيء، لأنه هن ما شاء الله عليهم يعني هن الجوز حاطين مناخيرهم بالسماء ولا شايفين حدا، بس عند الحزة واللذة وقت بدنا منهم شيء وينه؟ إنه هلا الفنان الكبير الأستاذ راجي نسي إنه مصروفه بالجامعة كلياته كان على حسابي. لك بشرفي الخاتم اللي بزمانه لبسها لأي خطيبته نورة أنا دافع حقه من جيبتي من شغلي. بس يعني الواحد شو بده يحكي؟ شو بده يقول؟ إذا واحد ما في خير لأبوه رح بيكون في خير إلي وإلك مثلا؟ لا خلص ما بعرف شو بدي اقول لك. هلا امسك هاي $1000 خدهم، بس رح اقول لابوك انه بعثت له اياهم معك. خلص شبك ما بدي اياهم عم لك. فؤاد خلص بقى لا تتنح، ورحمة امك عم اقول لك كنت شايلهم لابوك. لك اخي خلص عم اقول لك ما بدي اياهم، انا بدبر حالي، انا بدبر حالي خلص. بعرف تدبر حالك وبعرف انه ما بنخاف عليك، واقفين مثل الغرب عم نتجادل بالطريق. خلص لا مو صدق جدال، خلص ما بدي اياهم خلص خلص امشي اطلع افطار. بعدين البنت نزلت راحت جابت مناقيش وعم تعمل لك فطور، ما بدك تكسر بخاطرك. ما حاكسهم بخاطرك